فتحتي تليفونه هتقري حاجه تضايقك اكيد، اولها ان انت مثلا هتحطي قبضك كله، هتحطي النص، هتحطي مش عارفه مين، ويسالك الباقي هتعملي بيه ايه. طب انت اصلا اللي انت بتنزل بيه في جيبك ده انا عارفه انت بتعمل بيه ايه. انا حرفيا اختي وصلت ان هي جوزها مش بيجيب لها مناب، يعني لو عامله مثلا فراخ او لحمه او كده بيجيب على قده مثلا، هو بتنسى تاكل وتشرب وهو بره بتنسى كل حاجه، يعني شغل افلام قوي بصراحه. حبيبتي احترمي تعبك، يعني انت نفسك احترمي تعبك عشان اللي حواليكي يقدروا يحترموه ويقدروا يقدروه. تحاولي انك ايه تستني لما ينام وتدخلي الاوضه تتسحبي وتاخدي الموبايل عشان تفتحيه عشان تشوفي، ولا تشوفي اصلا عامل له بصمه ايد ولا عامله بايه. كل الاكشن ده اقعدي، انت كده عودتي ولادك ان هم اول ناس هتبقى انانيه عليكي. ما تقعديش انت مثلا شجره معينه تحطي فيها بذور معينه وتسقيها تسقيها تسقيها، ولما تكبر تقولي ايه ده، هي زرعت النبته دي ليه، انا كان قصدي نبته تانية، انا مش عارفه اعمله لوحدي. الحته دي اصلا لوحدها هتقوي الحب بينكم، وهتخليكي انت في دورك اللي ربنا خلقهولك وهو في دوره اللي ربنا خلقهولك. يا صباح الخير والفل والسعاده على يومكم يا رب. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هنغير اللوكيشن النهارده تعالوا كده نقعد مع بعض بقى قعده حلوه، وتعالوا اقول لكم موضوع فيديو النهارده. في ستات كتير بتحب جوزها وبيتها وبتحاول تساعدهم، ومع ذلك علاقتهم بتبوظ. طب ليه؟ عشان في تصرفات هي بتعملها بنية طيبة، لكن هي التصرفات دي بتكون غلط. تمام؟ طيب التصرفات دي بتبقى كفيلة انها تدمر الحب والاحترام بين الزوجين، واحدة واحدة كده بينهم العلاقة بجد هتبوظ خالص. طيب في فيديو النهاردة ده انا هكلمك عن شوية من الاخطاء دي، واتمنى انك تتجنبيها لو عاوزة علاقتك تبقى صحية وسعيدة، ولو انت عاوزة تعيشي زوجة سعيدة. طيب اول حاجة اوصيكي بشدة انك ما تعمليهاش، ابوس ايدك ما تعمليهاش، انك ما تعيشيش في دور البطلة الخارقة وانك تشيلي الشيلة كلها لوحدك. بتبقي عايزة تعملي كل حاجة حرفيا. انت مفكرة بالذات في بداية الجواز وبالذات العرايس الجداد، يعني بتبقى مفكرة ان دي حاجة حلوة وان هو هيحبني اكتر وعلاقتنا هتبقى مظبوطة اكتر. لكن عايزة اقولك انه مع الوقت بالعكس، انت فعلا هتشيلي الشيلة وانت مش هتقدري عليها، ويوم ما تحبي تتنازلي عنها مش هتقدري ساعتها، مش هتلاقي حد ياخدها منك ساعتها، فهتبقى كل حاجة اتحطت عليكي. وعايزة اقولك ان ساعتها اللوم هيجي عليكي اكتر حاجة، لان انت اللي عودتي اللي حواليكي على كده. كل حاجة بتعوديهم عليكي بيرجعوا يعملوكي بيها هي. حتى مش في زوجك بس، حتى في محيط يعني نسايبك، حماتك، سلفتك، الكلام ده كله. مثلا لو انتوا في بيت عيلة كل حاجة هتقولي انك بتعرفي تعمليها صدقيني هتتحط عليكي وانتي مش هتقدري تكملي، ايا كان عمرنا وصحتنا ومسؤولياتنا، ومع الوقت مش بتسمح لنا نعمل نفس الحاجات اللي كنا بنعملها الاول. فانت فعلا مش هتقدري، فما تحطيش حاجات عليكي انت مش هتقدري تكملي فيها. يعني يوم ما تعملي حاجة دلوقتي اسألي نفسك انا كمان 10 سنين هقدر اكمل في الموضوع ده ولا انا هسيبه. زي اي شغل مثلا بنقبله بتبقي عارفة ان انا هكمل فيه حياتي مثلا، هل انا هقدر على كده ولا من الاول مثلا ما اشتغلوش، ولا انا هشتغله فترة مؤقتة. لكن للأسف الحياة الزوجية من الاول ما بنبقاش عاملين حسابنا ان هي حاجة مؤقتة، انت عارفة ان هي حاجة هتكمل معاكي على طول، فليه من الاول تقبلي بيها؟ فما تحطيش على نفسك حاجات انت مش هتقدري تعمليها. تاني حاجة انا عايزاكي تحسي انك ست، يعني اعملي دورك كست وهو يعمل دوره كراجل. مش بس الفكرة انك هتقدري ولا مش هتقدري، الفكرة عشان احساسك انت بنفسك يفضل سليم وسوي. ربنا خلقك بالفطرة دي، فما ما تعيشيش انت فطرة تانية هي اصلا مش بتاعتك ولا كان ربنا خلقها لك. لو كان ربنا عايزك تبقي راجل كان عملك راجل. يعني ما تقعديش تشيلي مثلا في حاجات تقيلة وتنقلي في عفش وهو كمان قاعد في البيت. وحتى لو مش قاعد تستنيه لما يجي في شغل معين لازم تستنيه، ما تعمليهوش في تنظيفات عيد، في حاجات كبيرة، في نقل بيت من بيت. بتحصل كده احداث في حياتنا ما ينفعش ان انت تعمليها لوحدك، تستنيه الوقت اللي هو يبقى موجود فيه تعملي الحاجات الصعبة عليكي. باقي الحاجات بيعمليها لوحدك مفيش اي مشكلة. انا بقولش لا هو يشيل دورك وانت كمان ما تشيليش دوره، يعني شغل الست بيبقى معروف بالذات الشغل البدني. طب في شغل تاني مثلا ما ينفعش اعمله؟ طبعا انت مالكيش انك تلفي على صنايعية، ولا ليكي ان انت تقعدي تقفي معاهم، ولا ان انت اللي تجيبيهم ولا تكلميهم، اصلا انت مالكيش الكلام ده كله، ده مش دورك. طب حتى لو حاجات كبيرة بنشطب بيت بنعمل حاجة لازم يكون في اضيق الحدود. ممكن يكون مثلا مسافر هو غصب عنه، وبرضه لو مسافر يتابع بالفون كل حاجة ويكون معاكوا ان شاء الله، يبقى فيديو معاكوا
برضو بيكون ليه دور. سمعت فيديو قريب عن يعني مش بنت، هي متجوزة يعني بس هي لسه صغيرة وزوجها مسافر، وقالت ان هي حتى طلبات الشهر بتستنى، بس هو مش مسافر على طول، يعني لو بيسافر جزء في الشهر ويجي كام يوم. قالت ان هي بتستنى الفترة اللي هو قاعد فيها في البيت، وبينزلوا بقى يشتروا طلبات البيت والكلام ده، مع ان عادي ده هي حاجة ممكن تعملها لوحدها، ومش شرط يصادف كل ميعاد قبض مثلا يكون هو موجود. لكن فكرة احساسه ان دي طلبات البيت، وان حضرتك لازم تبقى عارف البيت بيتفتح ازاي وبيتجاب ايه وبنعمل ايه، لازم تشركيه في كل حاجة، ما تتعوديش تشيلي من عليه. يعني مش شرط مسؤوليات تكون عايزة مثلا مشقة بدنية، لا، عايزة اقولك ان ممكن تكون مش حاجات بقى مشقة بدنية، حاجات معنوية انت لازم توصليها له ولازم تحسسيها له كمان. حتى كمعنويات، هو الرجالة برضو بتبقى عايزة احساس ان انت بتلجئي لهم، فلازم تعرفيه ان انت مش عارفة تعملي الكلام ده الا هو اللي لازم يعمله. انت بص، انت السوبرمان، انت اللي لازم تعملي الكلام ده، انا فعلا مش عارفة اعمله لوحدي. الحتة دي اصلا لوحدها هتقوي الحب بينكم، وهتخليكي انت في دورك اللي ربنا خلقهولك وهو في دوره اللي ربنا خلقهوله. لكن مثلا البيت يبقى ناقصه حاجة الساعة 10 بالليل فالست هي اللي تنزل تجيبها، لا طبعا مش منطقي. آه، كل حاجة البيت الست اللي تشيلها على قلبها مثلا وتطلع وتنزل بيها، خصوصا لو ساكنة مثلا في سلالم مش اسانسير مش عارفة ايه. في حاجات مش منطقية لكن احنا مش عارفة ليه بنشيلها. حاجات مثلا مشاوير تخص البيت، مشاوير تخص تقديم على تليفونات، تحويل مدارس، مش عارفة ايه. كل القصص دي قصص رجالة، طلعي نفسك منها اصلا، ما تعمليش فيها 7 رجالة في بعض. غير كمان ان انا عايزة اقولك، انت لو تعبانة حبيبتي احترمي تعبك، يعني انت نفسك احترمي تعبك عشان اللي حواليكي يقدروا يحترموه ويقدروا يقدروه. ادي لنفسك قيمة، اللي حواليكي هيدوها لك. انا تعبانة دلوقتي، انا مش قادرة اعمل. كل ما هتعودي زوجك او ولادك على الحاجات دي وهم في اول العلاقة مثلا مع زوجك، او ولادك وهم في سن صغير، هترتاحي. صدقيني لو كبروا هتتعذبي عشان ترجعي تعوديهم على ده. بس مش معنى كده ان انا بقولك ما تبدأيش، انت خلاص الوقت فاتك، لا ابدأي وارجعي عوديهم برضو وحاولي، ما فيهاش اي مشكله. ابداي حاولي معاهم تاني وتالت ورابع. عايزه اقولك برضو انك انتي ادي لنفسك حقوق، ما تاكليش في الطبق المكسور. ما تاخديش انت دايما اي حاجه قديمه، الحاجه البايته ليكي لوحدك، ليه ما نتقسمش علينا كلنا؟ لو ولادك صغيرين قوي او ممكن حاجه مثلا تمام مش مناسباهم تمام، لكن انت وزوجك ليه ما بتعملوش ده؟ يعني ليه مش حضرتك ده رزق مثلا، حضرتك اللي بتصرف على البيت وانا دلوقتي بوفر لك، او حاجه مثلا دي قديمه او حاجه او بايته او الكلام ده كله؟ ليه دايما الست محطوطه في دور ان هي اللي لازم تتصرف في الحاجات دي؟ يا اما نرميها بقى في الزباله وربنا يغضب علينا مثلا. لا، ما ينفعش، ما ينفعش، ما يبقاش ليكي مناب. انا جات لي مسج حرفيا قبل كده، قالت لي، هي ما كتبتش على العام في الفيديو لكن بعتتها لي على الخاص عشان كانت محرجه. قالت لي انت الجزء اللي اتكلمتي فيه عن الاكل، قالت لي انا حرفيا اختي وصلت ان هي جوزها مش بيجيب لها مناب. يعني لو عامله مثلا فراخ او لحمه او كده، بيجيب على قده مثلا هو والولاد، لان هي اتعودت. بس هي البدايه ما كانتش عنده للامانه. هي عودتهم ان لا انا مش عايزه، لا يا دوبك مثلا تكفيكوا، لا اشبعوا انتوا، تاخد من القطعه بتاعتها تدي ولادها، مش عارفه ايه. لا، انت كده عودتي ولادك ان هم اول ناس هتبقى انانيه عليكي. لما يكبروا هم هيقولوا ما هي ماما مش عايزه، هي ماما، هم هيفكروكي كده، انت شخصيتك كده، مش انت بتعملي كده عشانكوا. مش شرط يوصل لهم، يعني رزق من ربنا قوي لو وصلت لهم، لكن مش شرط على فكرة تتحط الحتة دي فيهم. ما تقعديش انت مثلا شجرة معينة تحطي فيها بذور معينة وتسقيها تسقيها تسقيها، ولما تكبر تقولي ايه ده، هي زرعت النبتة دي ليه، انا كان قصدي نبتة تانية. حضرتك اللي زرعتيها. هتعمل ايه؟ المفروض ان الشجرة تعمل ايه؟ تحول نفسها؟ انت اللي عملتي كده فيها. ففكري قبل اي حاجة نويتي تضحي فيها، فكري الاول لو سمحتي، فكري في نفسك. مش لازم انت اللي كل حاجة تاخديها القديمة البايظة، مش لازم كل عيد ما تجيبيش لنفسك هدوم، لا ولادي اولى. مش لازم كل شتاء، اهو داخلين اهو على الشتاء وهنبدأ ننزل نشتري لبس الهدوم مثلا، اللبس الشتوي قصدي. مش لازم مثلا تجيبي لكل ولد مثلا او كل بنت او ولادك يعني 4 بيجامات ومش عارفة وايه وايه وايه، وانت ما تجيبيش واحدة بس. لا، لو جبت لهم هم كل واحد فيهم 3 بدل 4 ولا 2 بدل 3، عادي هتبقى الدنيا حلوة. وانت كمان تجيبي لنفسك واحدة بفرق الفلوس ده. فرحي نفسك انت، لاغية نفسك ليه؟ اعملي لنفسك مصروف بسيط من بيتك، هاتي بيه يا ستي صابونة لوشك، مش هقولك غسول بقد كده، هاتي بيه اي حاجة لنفسك. في ستات بجد بتبقى ناسية نفسها، يعني ممكن حد يسمعني يقول لي لا مش للدرجات دي، ما بقاش فيه في الزمن ده، لكن والله العظيم من الرسائل اللي بتجيلي بجد في ستات بتبقى ناسية نفسها قوي قوي قوي، وعمالة تضحي تضحي تضحي. كفاية تضحيات.
وبمناسبة المسجات انا والله بعتذر لو في حد مثلا مش برد عليه او ما بقتش ملاحقة على الكومنتات على القناة او الكلام ده كله. الوقت ضيق انتوا عارفينه، وبالذات الفترة دي امتحانات شهر والحاجات دي كلها، فوالله بحاول على قد ما اقدر ان انا افتح التيك توك شوية والانستجرام. انا اصلا يعني لو تلاحظوا ان انا مش بفضل انزل اصلا محتوى عليهم، فوالله ما في وقت عشان انتوا عارفين المذاكرة والبيت والولاد والكلام ده. فبحاول كده على قد ما اقدر اخطف شوية لنفسي كده في الحتة اللي انا بحبها، فاللي هي معاكم يعني في القناة هنا، وان انا الحق اصور الفيديو. فمش عايزاكي برضو تنسي نفسك خالص، يعني زي ما انا بقول لكم اهو دلوقتي في مشغوليات وفي امتحانات وفي حاجات، ولكن لازم تاخدي لنفسك حته كده، حاجه كده انا بحبها، ما ينفعش استغنى عن كل حاجه. طب على الاقل في فتره الزحمه دي هاخد حته صغيره، على ما تيجي كده فتره روقان ابقى اكبر الحته بتاعتي شويه. لكن ان انا الغيها خالص، لا الغيها خالص لو انا نفسيتي ما تستحملش، انا مثلا مضغوطه في حاجه معينه، انا متضايقه، انا مش قادره، ماشي. لكن ما تخليش اللي حواليك يجوا عليكي قوي لدرجة ان انت تبقي ناسية نفسك وناسية اي حاجة انت بتحبيها. ملكيش يعني اي منفذ حتى في اي هواية، اي كلام مع حد ما يبقى ملغي من حياتك. فبلاش كده بجد. عايزة اقولك تاني حاجة بقى، بجد بوصيكي ما تعمليهاش، عشان اولا هي حرام، ثانيا هي مضرة ليكي جدا، والا برضو ما كانش ربنا خلاها حرام. وهي انك بلاش تتجسسي على موبايل زوجك. الناس اللي بتحب تفتح الموبايل وتشوف اخر الاخبار ايه، صدقيني لو الاحساس ده طالما جه جواكي، يبقى صدقيني هتلاقي حاجه تضايقك. لو فتحتي تليفونه هتقري حاجه تضايقك اكيد اكيد. ما تقوليليش برضو ان في واحد في مصر هتفتحي هتلاقي يا ستي حق، مش بقولك انه بيعمل حاجه غلط، ممكن يكون بيكلم اهله وهيقعد يقول شعر في زوجته مثلا، او يقولوا له حاجه عليها، او بيقولوا له عامله ايه ولا بتاع ولا مش عارفه مين اخته مامته الكلام ده كله، وهو هتلاقيه عمال يقول لهم اشعار ودي فظيعه ودي تحفه ودي معيشاني في الهنا. هيتضايقوا اصلا، فهو مش هيحب يضايقهم، فمش هيقول لهم كده، مش عشان انت وحشه. فأرجوكي بلاش بلاش عشان نفسيتك. وطالما انت دماغك موصلك لكده، يبقى العلاقة بينكم مش صحية 100%، بحيث ان انت تفتحي ما تلاقيش حاجة فتتبسطي. فاهماني؟ فربنا لو ما كانش عارف الكلام ده كله، وما كانش عارف ان ده هيبقى اذى ليكي، وهيبقى عارف ان ده هيعمل مشاكل، ما كان يعني ما كانش حرمها، يعني كان قال تجسسوا عادي، لكن هي ايه، لا تجسسوا. تمام. طيب عايزه اقول لك حاجه برضو، في ايه تانية اسمها ايه، لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. لو ربنا عايز يعرفك حاجه هيعرفها لك وهيجيبها لك لحد عندك، ولو انت اتشقلبتي عشان تعرفي الحاجه دي مش في ميعادها، مش هتعرفيها، مش هتقدري توصلي لها. فهتتعرف. ادعي ربنا، يعني بدل ما انت تحاولي انك ايه تستني لما ينام وتدخلي الاوضه تتسحبي وتاخدي الموبايل عشان تفتحيه عشان تشوفي، ولا تشوفي اصلا عامل له بصمه ايد ولا عامله بايه، كل الاكشن ده اقعدي على السجاده واقعدي قولي لربنا، يا رب لو في حاجه بسترني بيها، يا رب عرفني، يا رب ريحني، يا رب ما يكونش حد بيتكلم في سيرتي بحاجه وحشه، او يكون بيرد غيبتي. قولي كل حاجه بقى على حسب كل حد وحياته، بس اقعدي كلميهم مع ربنا، احسن ما تروحي تعملي الاكشن ده كله وتتقفشي اصلا وفي الاخر، او ممكن تعرفي حاجه تضايقك، فملاش اي لازمه. ما تسعيش انتي اللي تضايقي نفسك، انتي اكتر واحده المفروض تحبي نفسك، ليه راح تعملي كده؟ فبلاش. خلي كده حدود، عشان برضو انتي نفسك ما تحبيش ان حد يبص في موبايلك، مش عشان انتي بتعملي حاجه، عشان مثلا كلام صاحبتك ليكي، فضفضه معينه، ممكن تكون بعتلك صور هدوم جابتها مثلا بتاخد رايك فيها، مش عارفه مين، دي خصوصيات لكل بني ادم، هو كمان ما ينفعش يشوفها، فانتي كمان اعملي كده. طيب عايزه اقولك حاجه مهمه قوي 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 بقى، ربنا لما يكون اداكي حق معين ما تتنازليش عنه. زي ايه؟ مش ربنا عمل لك ذمه ماليه مستقله؟ انت ليه بقى داخله يعني عامله بقى 7 رجاله، وكل شويه مثلا لا استنى ما تتصرفش، انا هبيع ذهبي واعمل لك مش عارفه مين، لا استنى ما تعملش كذا وانا هحل المشكله، لا استنى لحد ما يجي عليكي في يوم من الايام، خصوصا لو انت ما بتشتغليش ومالكيش مورد، هتقعدي كده يا مولاي ما خلقتني، وانتي مش لسه مش هتبقي عارفه، بالذات لو انتوا في البدايه، البني ادم ده اصيل مثلا وهيرد لك الكلام ده، او هيقف معاكي، او مش هيرميكي في يوم من الايام، او الدنيا هتمشي بيكي ازاي. كده كده برضو مش دورك. هو دورك على فكره برضو، عشان ما حدش يفهمني غلط، ممكن حد يكون فعلا كويس وابن اصول ويستاهل، او موقف شديد اكبر منكم، فلازم طبعا اول واحده لازم تقفي جنبه انتي، خلاص الموقف كبير ولازم يعدي وفي بيت وولاد والكلام ده كله. لكن ما يبقاش اقصد ده طبع يومي، او دي حياه، دي حياتنا قايمه على كده، لا طبعا. او تبقي انتي مثلا بتشتغلي، وفي ناس اللي هي ايه من وهي مخطوبه حضرتك هتحطي مرتبك كله في البيت، وانت هتعملي ايه حضرتك؟ لا طبعا. يعني ما هو لو جزء مرتبك ده فهو اكلك وشربك انت، بقى اضاف لك ايه برضو؟ يعني احنا فاتحين البيت نعمل ايه؟
المفروض في قوامة، في ربنا قال قوامة، ما نقعدش بقى احنا نفتي وندخل حاجات. انا عاملة ده بالرضا اعمله بالرضا، تمام براحتي، لكن انت ما تلزمنيش من اولها ان انت مثلا هتحطي قبضك كله، هتحطي النص، هتحطي مش عارفة مين، ويسألك الباقي هتعملي بيه ايه. طب انت اصلا اللي انت بتنزل بيه في جيبك ده انا عارفة انت بتعمل بيه ايه، انا عارفة انت جبت بيه ايه. ما ينفعش برضو للدرجات دي، يعني لازم كل حد يبقى ليه حتة كده بتاعته، ليه نفس. يعني ما ينفعش نخنق بعض قوي كده، وما ينفعش انت ما تعيشيش حتى لو انت ليكي مصدر، لو ليكي ورث، لو ليكي شغل، لو ليكي الكلام ده كله. لازم يبقى ليكي ذمه ماليه مستقله، وتشيلي يا ستي قرشين للزمن، هو حتى لو ابن اصول ينفعوا ولادك بعد كده، تطلعي بيهم حج بعد كده، تطلعي عمره. يعني هي الطلبات بتخلص ولا امنياتنا بتخلص؟ انت ممكن تفضلي تصرفي 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 تصرفي، وفي الاخر يجي مثلا يوم تبقى عايز تحجي وتلاقي خلاص مفيش، انت مش عارفه تجيبي الفلوس دي تاني ولا عارفه تعوضيها. هتؤجري عليها، والله انا مش قصدي حاجه، هتؤجري عليها، بس حتى تبقي عارفه انك حطيتيها في المكان السليم مع حد يستاهل. كل حد هو اللي يقدر يقيم زوجه. يعني انت كل واحده فيكم عارفه مثلا هل فعلا ينفع اعمل كده ولا لا. وحتى لو ينفع سيبي حته صغننه كده ليكي لوحدك، سيبيها كده على جنب، مش لازم تبقي متصرفه في كل حاجه. طيب، عايزه اقولك برضو حاجه بتعمل مشكله كبيره قوي قوي في حياه المتجوزين، وان هي بالذات هي بتيجي من الست اكتر بصراحه، خلينا بقى منصفين. ان هي لما بتتجوز بتحس ان هي خلاص هي نهايه العالم بالنسبه لها، وان هي مفيش اي حاجه في حياتها غيره هو بس. عايزاها تقعد مع بعض 24 ساعه، يتكلموا 24 ساعه، يعملوا كل حاجه مع بعض. هي نفسها بتنسى صحابها، بتنسى حياتها، بتنسى تاكل وتشرب وهو بره بتنسى كل حاجة. يعني شغل أفلام قوي بصراحة. لا، الدنيا فيها حاجات تتعمل، والدنيا ما فيهاش غير ده وبس. يعني مثلا ربنا ما قالكيش مثلا خلاص البنت هتفضل تصلي وبعد الجواز تبطل صلاة مثلا. لا، في حاجة مثلا مكملة معانا. احنا مش بنتكلم قوي كده يعني، بس انا يعني بديكم مثال عشان تفهموا. ما قالكيش مثلا بري الوالدين في فترة معينة، ولو اتجوزتي خلاص انت مثلا البر اتشال من عليكي. زي ما كل حاجة في حياتك ما اتشالتش من عليكي، انت عايشة حياتك زي ما هي، نفس حياتنا، نفس كل حاجة فيها، نفس تفاصيلها، نفس كل حاجة. فليه لا انا خلاص انا صحابي بقى مش هكلمهم تاني، انا مش هنزل معاهم تاني، انا مش هنتبه لشغلي. انا كنت بحب انمي عقلي واحب اقرا واحب اخد كورسات، احب اتعلم برمجة، احب اعمل اي حاجة. لا انا هبطل، انا اتجوزت. طب انت مش نازلة معانا ليه؟ ما انا اتجوزت. طب انت بطلتي تشتري هدوم ليه؟ انا اتجوزت. طب انت مش عارفة ايه؟ انا اتجوزت. ليه؟ جايز عشان مثلا زمان كانوا بيقولوا لنا، يعني في جيلنا احنا اهالينا كانوا بيقولوا لنا ايه، انت لما تتجوزي هتعملي كذا. فكل واحده بقى مفكره انها لما تتجوز مصباح علاء الدين هيتفتح لها. لكن عايزه اقول لكم ان برضو جيل دلوقتي مختلف. يعني لو في بنات دلوقتي بتسمعني مثلا عشرينات او لسه بتتجوز او لسه في بدايه الجواز، الجيل مختلف. فارجوكي ما تعمليش كده، الدنيا فيها حاجات كتير قوي تتعاش، وحاجات كتير قوي تتعمل، وحاجات كتير قوي نتعلمها. دلوقتي مش زي زمان خالص خالص. يعني زمان كان فكرة اعلان في التلفزيون كان بيجننا، اللي هو يا ايه ده وتحفة واو. دلوقتي السوشيال ميديا مجال واسع قوي، في مليون حاجة تتعمل. فعلا زمان كان ممكن الدنيا محدودة، ما يجيلناش افكار نعملها مثلا، اخرك هتجيبي كتاب وخلاص. دلوقتي في مليون حاجة تتعلميها، مليون حاجة تنمي نفسك بيها. اقعدي، ده اليوتيوب ده لوحده كنز بجد. يعني على قد ما بنقول السوشيال ميديا بتضيع وقتنا، لكن طبعا لو انا بسمع فيها حاجات فارغة وتافهة. لكن لو انا بتعلم حاجة معينة او في حاجة في دماغي، بجد انا هلاقي كورسات مجانية او فيديوهات تشرح لي الحاجة اللي انا عايزاها دي من الالف للياء. انزلي هاتي خامات اي حاجة تعلميها، ممكن واحدة واحدة مثلا تبقى مشروع معاكي. اي حاجة، في حاجات كتير قوي تتعمل غير ان احنا نفضل لازقين لبعض في الكنبة قاعدين مع بعض، ما بنقومش ما بننام يعني. كل حاجة عايزاه معاكي، هو بقى بيبقى عايز ينزل هو مع اصحابه، تتجننتي. لا، بدل ما هو ينزل مع اصحابه وانت تنزلي مع اصحابك توحشوا بعض ترجعوا تبقوا كويسين. لكن لا هو ينزل مع اصحابه ويحبسك، ولا انت تبقي عايز تحبسيه. دي الوحشه. يعني لا هو يخنقك قوي ولا انت تخنقيه قوي. في رجاله برضو يعني بصراحه ظالمه، اللي هي بتبقى عايزه هي تبقى عايشه حياتها في كل حاجه، وانت بقى اقعدي، انت اقعدي نظفي البيت على مرجع. انت عايز تفصل دماغك، انا كمان من حق افصل دماغي. والله لو حسبتوا عدد ساعات الشغل اللي احنا بنشتغلها، فاحنا بنشتغل اكتر منهم في اليوم. حتى لو احنا جوه البيت، انت جوه البيت ما بتبطليش، انت طول ما انت قاعده في شغل عمال يطلع لك. هم على الاقل خلاص عارف ان هو شغال من الساعه كذا لكذا وقاعد. فزي ما هو يفصل دماغه، افصلي انت كمان دماغك، اعملي لك كده سهره حلوه. هاتي، مش عايزه اقول لكم اندومي عشان مضر. هاتي اي حاجه كده، ظبطي نفسك. حتى لو مش هتعرفي تخرجي، اصل هو خارج بالليل طبعا، انا هعمل ايه؟ تكون انت مجهزه لنفسك سهره في البيت، حاجه تعمليها، خطه كده، فيلم معين يا ستي عايزه تشوفيه، ان شاء الله تقعدي تشوفيه لوحدك. اتعودوا على فكره الاستمتاع
بالوحدة دي تحفة، يعني دي عايزة كلام لوحده دي. فطبعا في افكار كتير بس كفايه كده الكام فكره دول النهارده، وقولوا لي رايكم في الفيديو. والفيديو اللي فات طبعا في ناس مستغربه من النقله، لان ممكن انا قلت لكم هعمل سلسله واتكلمت عن سوره الواقعه ودخلنا كده في سكه تانية، وفجاه لقيتوا الفيديو ده كده النهارده، فايه ده؟ مالها دي؟ مجنونه دي ولا ايه؟ فعايزه اقول لكم ان بصراحه ما لقيتش بصراحة ناس متحمسة قوي. فبرضه لازم تعذروني حتى لو فكرة معينة في دماغي ونفسي اعملها ومتضايقة ان انا مش هكمل تنفيذها. عايزة اقول لكم انا كنت عايزة اتكلم عن افكار كتير والله، وكتب لي في الكومنتات سورة ياسين اتكلمي عنها والكلام ده كله. انا كنت نفسي، انا مش دول بس، في يعني 3 او 4 حاجات تانية في دماغي كنت بحس انه الناس متلخبطة فيهم وكان نفسي اعملهم. بس برضه لازم تعذروني لاني مش عايزة القناة تقع، لانها تعب برضه وحاجة انا بتعب فيها شبه يوميا، فمش عايزاها تقع مني. فحسيت ان الفكرة فعلا ما عجبتش ناس كتير قوي. ف يعني خلاص ممكن بقى بعد شوية كده ابقى اكملها تاني. ونيجي بقى لسؤال الفيديو اللي فات اللي انا كنت قايله لكم عليه بتاع سيدنا ادم. في كومنتات صح وفي كومنتات غلط، انا ما رضيتش اعلق على كومنت عشان ايه ما تفهموش مين الصح ومين الغلط. الكومنتات الصح اللي هي قالت ان هو الجزء اللي هو بتاع الحبل السري او السره او كده، لان هو فعلا كلنا عندنا حبل سري، وسيدنا ادم الوحيد اللي ما عندوش، لانه طبعا ما اتولدش من اب وام، فما عندوش الجزء ده. فهي دي كانت الاجابه. سؤال بقى فيديو النهارده، معنى سنسمه على الخرطوم. طبعا احنا عارفين الايه دي مشهوره قوي في سوره القلم، لكن ايه معنى الايه بقى سنسمه على الخرطوم؟ وايه هو الخرطوم ده؟ اتمنى ان انتوا تعرفوه. هو ده سهل عن بتهيألي سؤال الفيديو اللي فات. بس كده يا بنات، ده كان فيديو النهارده. بحبكم في الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.